السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفه جديده من وصفاتي. ان شاء الله تكونوا كاع بخير وصحتكم لاباس. بعد وصفه الايس كريم اللي كنت درتها لكم صنع منزلي ودارت حاله في قناتي وجربتوها ونجحت معكم، كنتوا طلبتوا مني وصفه الجلوكوز صنع منزلي، واكيد ما راحش نبخلكم وراح نلبي لكم الطلب كما كل مره. شوفوا البنات، هذا الجلوكوز يتباع عند اللي يبيعوا لوازم الحلويات. انا اليوم سهلتها لكم، يعني ما عندكش كاع عذر باش ما تخدميش زعما لا كريم في الدار ولا كلشي نخدمها لكم في الدار. وخدمي لا كريم لوليداتك بدون اطاله. فوتوا المقادير وطريقه التحضير بسم الله. عندنا 2 كيسان تاع السكر، خوهم فيه هكا في كاسرونه. سعه الكاس 220 ملي. وعندنا قريصان تاع الملح، وعندنا نصف ليمونه. هذيك النصف ليمونه ندو منها 2 مغارف كبار نتاع عصير الليمون. هنايا عصرتها على جهه هكا، ماذا بكم تعصروها في صفايه باش هكا هذيك العلفه ما تطيحش. وسيو هكا تدو منها تقريبا 2 مغارف كبار، يعني قادره تدي اكثر من نص ليمونه. كاين اللي ملي ناشف، كاين اللي فيه الماء. كيما هذه خرجت لي مغرف ونص، راني نزيد نعصرها مليح باش نخرج 2 مغارف. كيما هكا 2 مغارف كبار. وبنفس الكاس اللي عبرنا به السكر نديرو نص ماء عادي، ما بارد ما سخون، يعني عادي من الحنفيه. خلطوا كل شيء هكا بسباتول وندوها فوق الكاس على نار متوسطه البنات. هنايا كي تكونوا تخلطوا ما تبقاوش هكا تطلعوا مع الجناب، يعني باش هذوك الجناب ما يتحرقوا لكمش. كيما هكا خلطوا غير بشويه وندوها فوق الغاز مع التحريك المستمر. شوفوا في الاول البنات، عفوا ماشي نار متوسطه، في الاول قليله كاع، راها قليله ورانا نخلطوا. كي نحسوا هذاك السكر تاعنا صاي بدا يتحل، ما بقاش فيه بزاف، عادك نجهدوها للمتوسط ونحسبوا لها 5 دقائق ونطفيو. هنا في الاول ماناش نحسبوا، راها قليله وراني نخلط. كيما هكا كي شفتها صاي داب معايا، بقى غير حاجه خفيفه ماشي بزاف، دروك جهدت له للمتوسط. راه في المتوسط وفي الكانون المتوسط، يعني ماشي في هذاك الكبير كاع. كيما هكا كي بدات تطبخ نحسب لها 5 دقائق، وتكون النار متوسطه رايحه للقليل، يعني ماشي متوسطه مجهده بزاف، ماشي في هذاك الكانون الكبير. ان شاء الله تكونوا فهمتوني هكا باش ما ينحرقش معاكم. كيما هكا وقعدوا تعسوا في الساعه نتاع البورطابل. كي تشوفوها باللي فاتت 5 دقائق طفيوه. شوفوا البنات، هنايا بعد ما طبخ معانا يدير هذوك الفقاعات، انايا صاي طفيت عليه. كي نطفيوه مباشره نجيبوا هذا المكون السحري والسري اللي هو على راس المغرف. غير قريصه البنات ما تكثروش نتاع البيكربونات، وكما قلت لكم ما تكثروش خاطر كان تكثروا يولي اللون تاعها ابيض. وهنا هذيك البيكربونات ما نديروهاش مباشره، كي نقلعوا الكاسرونه من فوق الغاز حتى نشوفوا هذاك الجلوكوز تاعنا كي شغل دفا ولا دافي، ما ولاش سخون كما كان في الاول. عاده ودرت هذيك القريصه تاع البيكربونات، خلطت مليح. كيما راكم تشوفوا كي خلطت مليح ولا اللون تاعها ابيض. بصح ما تخافوش، غادي يعاود يولي اللون الاصلي، يعني اللون الشفاف. في الاول يكون معاكم بيض، بصح وكان تكثروا البيكربونات راه يقعد معاكم بيض. هي ما غاديش يدور زعما لا قاعد معاك بيض عادي، بصح زعما لا بغيتوه شفاف تبعوه واش راني نقول لكم. شوفوا هنايا باش تعرفوه باللي نجح معاكم، تجيبي هكا توشي بالمغرف، تقعدي ديري هكا بصباعك صاي. كي تشوفي هكا يتلوث هكا يدير خيوط صاي، راه الجلوكوز تاعك ناجح 100%. هنا راه دافي، غادي نخليه حتى يبرد مليح ونديره في بقاله هكا تاع الزاج ولا في حاجه المهم نتاع الزاج. شوفوا هنا تاني تجربه واحده اخرى. لا خفتي هكا توشيه هو سخون بصبعك، جيبي كاس ما بارد وحطي فيه شويه. كي تشوفيه هكا تكتل صاي، راه نجح معاكم. كيما هكا يعني كي حطيته في الماء كما راكم تشوفوا ولا عاقد بزاف. هنا الجلوكوز تاعي راه ناجح 100%. كما قلت لكم في الاول هنا يكون اللون تاعه شويه ابيض، ما يكونش شفاف، شويه ابيض، هذيك بفعل البيكربونات. بصح من بعد صاي يولي عاود اللون تاعه للشفاف، الا في حاله واحده يقعد ابيض لا كثرتوا له البيكربونات. نتوما ما تكثروش، ديروا غير قريصه هكا، وثاني ديروها كي يكون دافي، ما ديروهش وهو سخون. ان شاء الله تتبعوا المراحل. والبنات الملح كي درناه مع السكر هنايا درناه في الجلوكوز يعتبر ماده حافظه، هكا تكون عندنا ماده حافظه. والمكون السري اللي قلت لكم عليه اللي هو شويه هكا على راس المغرف قريصه تاع البيكربونات، هذه غادي تخليه يطول معاكم لاطول مده، يعني يقعد عندكم حتى عام ونص. شحال ما يقعد عندكم يقعد هو ما يجمدش وما ييبش، ويقعد كما تاع برا هكا في هذيك التعليكه هذيك التجبيده. ان شاء الله تجربوه صاي. وراني عارفه كاين اللي غادي يسقسوني لا نقدروا نستغناو على البيكربونات. نقول لكم تقدروا تستغناو عليها، هي ديروها غير باش يطول معاكم بزاف. بصح نتوما بما انكم غادي تخدموه باش تخدموا لا كريم وراها صاي بدات السخانه وراه جاي الصيف،
تخدموا ما غاديش يقعد لكم، تقدروا تستغناو على البيكربونات نهائيا وتخدموا بنفس الطريقه وراكم تخدموا به لاكريم نتاعكم. كما قلت لكم ما عندكمش ولا عذر. شوفوا لي هذيك التعليكات تاعها كيفاش دايره. شوفوا هنايا انا مازال ما خليتهاش بات معايا باش نوريه لكم، هكا باش نحط لكم الفيديو. بصح شوفوا كي نجبد من التحت راه بدا اللون تاعها شفاف، يعني ما قعدش ابيض، هذا كان اللي من الفوق راه ابيض. كما قلت لكم لازم يريح مليح ويبرد مليح باش يولي اللون الشفاف تاعها. شوفوا من التحت هاك بدا لي من التحت صاي ولا اللون الطبيعي تاعها شفاف. المهم البنات غير جربوه، ما يجيش اللون تاعها صفر، يجي اللون تاعها بين الابيض والشفاف كما راكم تشوفوا. وشوفوا لي القوام تاعها، شوفوا هذيك التعليكات تاعها كيفاش داير، يقعد كيما هكا كما راكم تشوفوا، كيما راه يتعلق يقعد كيما هو. فكم ما تجوا ديروا لاكريم تدوا غير مغرف كبيره، يعني هاد الكميه غادي تخدم لكم كميه كبيره تاع لاكريم صنع منزلي. دوك نخليه لكم في صندوق الوصف، يعني اللي مازال ما شافوش الوصفات تاعي تاع الايس كريم بذوق الشوكولا، وثاني درت لكم بذوق الليمون، جا توب ما شاء الله، وغير بالماء بلا حليب بلا والو، اقتصادي. دوك نخليه لكم في صندوق الوصف. وهذه غالياتي وصلنا لنهايه الفيديو، نقول لكم جربوه ردوا عليا في التعليقات. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.